الا ما تفرجتيش في هذا الفيلم فراك ضيعتي واحد من اخطر النهايات الصادمه في التاريخ. كتدور احداث ديال القصه بجزيره معزوله في مصحه للمجرمين المختلين، فين كيوصل محقق باش يحقق في اختفاء غامض ديال وحده من اخطر المرضى. ولكن من اول لحظه كاينه شي حاجه ماشي طبيعيه، ناس كيتصرفوا بطريقه غريبه، تفاصيل صغيره ما كتركبش، واحساس غريب ان الحقيقه قدامك ولكن ما بايناش. المحقق كيبدا يشك في كل شيء، في المصحه، في الدكاتره، وحتى في الاوامر الكبيره اللي ممكن تكون كتوقع تما. ولكن الصدمه الكبيره هي انه الحقيقه ما كانتش برا، بل كانت فيه هو شخصيا. البطل اللي كنت كتابع معاه القصه كامله هو اصلا مريض، وكل داكشي كان غير تجربه نفسيه عليه. والاخطر من هادشي كامل، الا عاودتي الفيلم غتكتشف بلي كل الادله كانت قدامك من البدايه. العبره من هاد الفيلم اخطر حاجه ماشي هي العالم اللي حداك، ولكن الاكاذيب اللي كتقولها لراسك باش تهرب من الحقيقه. واحيانا الشجاعه الحقيقيه ماشي انك تواجه العالم، بل انك تواجه نفسك. This place makes me wonder, Yeah, what's that, boss? which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?